قرعة كأس الاتحاد الافريقي خلاص اتحددت. مجموعة الزمالك بتضم كل من كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي، وكالعادة المصري البورسعيدي اللي مكتوب علينا في كل بطولة كونفدرالية يكون موجود معانا. انا شايف ان مجموعة الزمالك مش صعبة ومش سهلة مقارنة بمجموعة الاهلي في دوري الابطال. المجموعة الاصعب من وجهة نظري ان مجموعة الاهلي هي الاصعب من ضمن المجموعات في دوري الابطال. الاهلي بيلعب معاه الجيش الملكي، شبيبة القبائل معاه، ومعاه يانج افريكانز. ثلاث فرق اقوياء. المجموعات السنه دي سواء في المجموعه دي او في المجموعه دي هتبقى صعبه. البطل هو اللي هيعدي من مجموعته، غير كده ما مش هتصعد. المستويات اللي بيقدمها الاهلي والزمالك دي يعني تعدهم بستر ربنا، مش اكتر من كده. نيجي بقى للبطوله الاهم الفتره دي اللي مسافر فيها فرق مصر الامارات، لبطوله كاس السوبر المصري، اللي بيشارك فيها كل من الاهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز. ان شاء الله الزمالك هيواجه بيراميدز يوم الخميس القادم. مباراة قوية بنلعب بطل افريقيا، فرقة مكتملة الصفوف من كل الاماكن، فيها واحد واثنين اقوياء. يعني ان شاء الله هنفوز على بيراميدز. المباراة هتبقى صعبة، مش هتبقى سهلة بالمرة. يعني املنا في ربنا كبير نفوز بالماتش ده. يعني انت لو اتكلمنا على الورقة اقول لك بيراميدز يكسبنا مستريح، بس عمر المباراة بيننا وبين بيراميدز ما كانت سهلة. يعني دايما احنا كعبنا عالي على بيراميدز، انا شايف كده يعني. فيعني لو الحظ اليوم ده معانا ان شاء الله يكون معانا ونكسب. بيراميدز اهم اتنين لعيبه في بيراميدز معروفين. اللعيبه دي ما لعبتش كوره، قدرت ان انت تحفظ لعيبتك طريقه لعبهم وتحركاتهم جوه الملعب، صدقني تاخد المباراه مستريح. غير كده اللعيبه دي هتزعلك. عندهم مهاجم قوي اللي هو فايستون مايلي، والباك بتاعهم الشيبي. دول اقوى، يعني الباك والمهاجم دول افضل باك وافضل مهاجم في الدوري. هم دول فرقه بيراميدز. بيراميدز مبنيه على الشيبي عموما يعني. قدرت ان انت توقف خطوره الشيبي، اضمن لك المباراه. غير كده ربنا يسترها. الماتش مش هيبقى سهل. لعبتنا واحنا كلنا ثقه في احمد عبد الرؤوف. ان شاء الله نقدم مباراه كبيره تليق بالزمالك وجماهيره، ونبقى يعني نبقى ند. بصوا يا جماعه هقول لك على حاجه. خلاصة القول في مباراة كرة القدم، يعني أي مباراة كرة قدم في العالم، هتنزل مش هتلعب راجل وتبقى قوي وعنيف في التحاماتك مع الخصم. مش بكلمك في فنيات اهو، انا بعيد عن الفنيات خالص. انا بكلمك على الرجوله والقوه، العنف، مش الايذاء. ان انت تبقى عنيف في ضغطك.